السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصلوا مع بعض واش كنا نتكلموا قبيلة في الصباح على دائما في نفس العنوان، المغرب مع خور افريقيا. نكملوا الروبورتاج اللي كنا نسمعوه قبيل، يعني تاع ميدي شهادة وشهد شاهد من اهلها تاع المراريك، روبورتاج تاعهم. يعني احنا ما نقولوا فيه والو، يعني احنا ما ناش نقولوا فيه حاجة نخلقوا فيها من عندنا، ولكن احنا رانا فقط نعاودوا إعادة نشر ما نشر في التلفازة الحمروكية ميدي ان تي في، اللي كانوا يعني يتكلموا على الدعارة والسياحة الجنسية في المروك. سوف ننطلق بعد قليل. اليوم العرس تاع ماكرون على الدخله تاع ماكرون على سيدهم العطاي. مرحبا مرحبا، جوزو تحتفلوا بالعرس وكبيسوا وبارطاجيو باش الجميع يحتفل بالعرس. احتفال جميل. سيدهم العطاي. ايوا اللي راهو فرحان يكبس يا جماعه. اليوم تاع فرح، عرس الملكه ميمي القحبه مع ماكرون نقش. انقطاع خفيف ظريف. شكرا على البارطاج، بارطاجيو باش نحتفلوا بالعرس تاع ماكرون على الأميرة ميمي المخنثة. المخنث والمنكوح، أكبر عطاي في تاريخ الكرة الأرضية. وهذه ديديكاس الميمي، نقولوا حب سعيد مع ماكرون ولا مع قدور نياك جديد. مانيش نشوف التكباس حابسه دابا، ممكن يكون بسينيال ونرفعوا الشعر كله. داكور زوجني اختك. انا خوات هادي كل مزوجين ومادين رجاله اركاز الحرور، وماملا كان عندي اختي هكا ما نزوجهاش لواحد دايوث مروكي. نقش قحبه، مو قحبه هو دايوث، اختو قحبه باباه دايوث، وعبيد وسنغولي والاخر جامي محال هذه. اليوب واصلوا الزغراتات احتفال عياشة كبيسو دوك يجيبوا لكم اللحم بالبرقوق
كبس كبس، ووجدوا الميكات تاعكم باش تسرقوا الدجاج كيما ديروا في العراس. لا انا ولي يسرق الدجاجه نديرها له في زكو. فهمتوا العياشه؟ هذا عرس رويال، عرس ملكي جمهوري. هيا ضربوا فيه ماكرون. هاي دوك يعاود يهبط السروال، كان يتعنطز شويه دوكا وحشاها له كيما دار لكم بيدرو سانشيز، كيما دار لكم نتنياهو. نتنياهو من بعد قال لكم ها هو ها هو تألم في صمت يا السنغولي ابن العاهرة. المرأة المروكية أقحب مرأة في الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية، وقلنا وراء كل قحبة ديوث، والذكر المروكي هو أديث عطاي في الكرة الأرضية. هاي السلام عليكم عطايين. عياشة مالكم اجدو؟ هذا غير سيدكم برك، سيدكم رانا فرحانين معاه، تزوج به ماكرون. اسمحوا لنا على الانقطاع. عياشة واش بيكم اجدو؟ متزوج بيكم ماكرون، وبورتو ماكرون نقش، ولكن الملك تاعكم انقش من نقوشه، يعني انقش واحد في الكرة الارضية هو محمد السادس. ما فهمتش علاه تسميوه امير المؤمنين، هو عطاي هو زامل. نتوما على بالكم قالوها لكم يعني قنوات هولندية، قنوات بلجيكية، قنوات فرنسية، قنوات اسبانية، قالوها لكم يعني جميع القنوات العالمية. من نتوما غارسين ريسانكم في التراب مثل النعامة. نتوما غير لكم الحال غير كيقول لكم واحد جزائري باللي فوالا سيدكم عطاي، والاخر زعما تتعنتزو وتديكم النفس، وهي ما ينفس ما والو، هي مجرد نفاق برك، مجرد نفاق برك. هذا ما كان. ما ماري انت شيكور ورينا وجهك، لا كان تحب تشوف زبي نوريهولك نورمال. هذه هي داك باين تحب تشوف الزبوب. نتايا ولا نتيا ديجا مسمي روحك مرا وسيدكم عطايا، سيدكم نقش. عاش الملك عاش الملك. اوكي ما كان حتى مشكل، رانا متفقين في هذه. عاش الملك. ويسقط الشعب المغربي العطاي الزامل، يسقط شبه الشعب المغربي. عاش الملك. اوكي سامارونج انا تخرج عليا عاش الملك، ولكن ما نقدرش نقول عاش الشعب في نفس الوقت. يا اما نقول عاش الشعب المغربي، وهذه مستحيل لانكم ماكم الشعب اولا،
ويعني شبه غاشي، دي زيسكلاف، ما تستاهلوش نقولوا عليكم عاش. اما الملك نقولوا عليه عاش لانه يمشي يبقى دائما يطحن فيكم يا العياشه، وتبقى دائما تحت الصباط تاع العلويين، وهاربين من سويسرا، هاربين من سويسرا افريقيا. انا جامي شفت واحد يهرب من احسن بلد في العالم عباد الله. غير المروكي، المروكي برك ويهرب سباحه تما، سباحه حره. يا اخي المروكي يا اخي والله غير تمنيك انتوما يعني، والله ماكم شعب شبه غاشي، ماكمش مام با غاشي، شبه غاشي يعني، حتى المواصفات تاع الغاشي ولا تتوفر فيكم. لازم لكم ديروا تبذلوا مجهودات اكبر باش توليو غاشي. مروكي، مروكي يا المروكي تمنيكا، تمنيكا كحله كيما قالوا، نيكا كحله في صباط زرق. هذه يعني واش راح نقول لكم، واش لقينا لنا؟ ما لقينا والو. واصلنا ترى نشوفوا هذه، نواصلوا الاحتفال، نواصلوا الاحتفال بعرس الزامل السادس. وجدوا تراميكم المراركة باش تزيدوا تمدوا تنازلات أخرى لفرنسا. هذا في وقت المواعين لمان. كي كانوا يبندروا بالمان يكاسرولو منا قديم بزاف، خاصنا نبدلو شويه، ترى نديرو حاجه بالك ما باليش انا، متوسطه ماهيش قديمه ماهيش جديده، الزمن الجميل كيما يقولوا. مروكي الزمن، ما بغيتش تفرح بالعرس تاع سيدكم. اوكي نظن انه هو ممكن اننا نبدا ولا نواصل في الموضوع اللي كنا مدايرينه اليوم. درنا شويه قبل في الصباح، نكملوا عند الدعاره في المروك. مادامكم هنا تقدروا تسمعوا الباقي يعني. والشهاده ليست من عندي انا، ولا هذه شهاده تاع ميديا تيفي. نواصلوا، هذه هي. اذا نواصلوا مع بعض روبورتاج حول الدعاره، حصه دون حرج. كنا سمعنا شويه في الصباح. ذلك حسب تجربه في السونتر ديال طنجه، في السونتر ديال طنجه كاين شقق فاخره، كاين شقق فاخره. سا ديبون على حسب زبون، واش 500 درهم ولا الا كان زبون من خارج المغرب كترتفع الى اخره. بالتالي كاين في السونتر اون بلان سونتر، واللي هي معروفه حتى عند السلطات للاسف الشديد. المسائل هذه اللي هي معروفه، غير واخا فعلا على مستوى الجغرافيا. ربما العمل الجنسي في المغرب يجب ان نميز فقط بين ربما المدن التقليديه او القلاع التقليديه للعمل الجنسي، والتي كانت مرتبطه بظروف استعماريه، اما وجود ثكنات عسكريه او شيء. راك تسمع ولد فرنسا قال لك القلاع التقليديه للدعاره المتعلقه بالاستعمار، وكانت متعلقه بثكنات عسكريه. فهمت؟ ولات لا ليجيون فرونسيز المراريك. سي بور سا تحاولوا دائما هذيك التهمه تلقيوها على غيرهم، اونتيسيباسيون زعما الاستباق. باش كي نقولوا لكم نتوما راكم ولات لا ليجيون، نتوما تسمى حنا كيف هيا معليش اذا عمت خفت. هذا هو المنطق اللي يخمم به العياشي الكليخ باش يبرد على كرو. هذا ما كان يعني الدعاره شبعوا فيكم نيوكي لي فرنسي والثكنات العسكريه والجنود الفرنسيين من هذا القبيل. ثم بين القلاع الجديده والتي ارتبطت
القلاع التقليديه على حسب زبون واش 500 درهم ولا الا كان زبون من خارج المغرب كترتفع الى اخره. بالتالي كاين في السونتر اون بلان سونتر واللي هي معروفه حتى عند السلطات للاسف الشديد. اللي يكذب نحي له ستيلو غير واخا فعلا على مستوى الجغرافيا ربما العمل الجنسي في المغرب يجب ان نميز فقط بين ربما المدن التقليديه او القلاع التقليديه للعمل الجنسي. اسمعوا بالله فمك استعماريه اما وجود تكنات عسكريه او شيء من هذا القبيل، ثم انتبه للدرس القلاع الجديده والتي ارتبطت اسمعوا شي يقول لك، عاود اسمعوا والتحولات المجاليه التي عرفتها مجموعه القلاع التقليديه. شبكات مؤسسات كتشتغل سوتيران. هل يمكن تحديد جغرافيا بعض المناطق اذا اردنا ان نحدد ذلك؟ استاذ محمد، انت عملت كثيرا فيما يتعلق بالسياحه الجنسيه، ماذا رصدتم في هذا الملف؟ انا قبل ذلك هو هذا الشيء ديال التواصل والتكنولوجيا والى اخره ربما الى حدود الان. انا بالنسبه لي دابا لان انا قلت هناك مستويات في التعاطي مع كيفاش تتمظهر الدعارة في المغرب. التليفون والانترنت هذا مازال كنقول انا على انها كتدخل في عداد ما يسمى بالدعارة بشكل متخلف، لان الان كاين تعطير اداري محض وكانك كتخدم في واحد الاداره. غدا عندك النهار الفلاني غتمشي للدار الفلانيه والنهار الفلاني غتمشي للفيلا الفلانيه والنهار الفلاني وما كتخلص ما والو، بمعنى ان هناك امور فيها اداره كبيره. كاين غيزو، كاين شركه، كاين مؤسسه، شبكات منظمه، كاين مؤسسات كتشتغل سوتيران. هل يمكن تحديد جغرافيا بعض المناطق اذا اردنا ان نحدد ذلك حسب التجربه في السونتر ديال طنجه؟ في السونتر ديال طنجه كاين شقق فاخره، سا ديبون على حسب زبون واش 500 درهم ولا الا كان زبون من خارج المغرب كترتفع الى اخره. بالتالي كاين في السونتر اون بلان سونتر واللي هي معروفه حتى عند السلطات للاسف الشديد. المسائل هذه اللي هي معروفه. غير واخا فعلا على مستوى الجغرافيا ربما العمل الجنسي في المغرب يجب ان نميز فقط بين ربما المدن التقليديه او القلاع التقليديه للعمل الجنسي والتي كانت مرتبطه بظروف استعماريه اما وجود تكنات عسكريه او شيء من هذا القبيل، ثم بين القلاع الجديده والتي ارتبطت اساسا بالسياحه الجنسيه والتحولات المجاليه التي عرفتها مجموعه من المدن عرفت تحولات مجاليه. ونحن نعرف ان المجال هو غير محايد، كل مجال هو يحكي تحولاته الاجتماعيه. مثلا نتحدث عن اكادير، نتحدث عن طنجه، نتحدث عن الدار البيضاء، وفي نفس الان هناك تلك القلاع التقليديه ما زالت تحافظ على حضوريتها، فقط تغيرت الاليات. راه الاطلس المتوسط مع كامل احترامنا ما زالت فيه مجموعه من المناطق هي المورد والاساس هو من العمل الجنسي. بالنسبه لهذه المناطق السيده نورة، رفضت الحديث عن هذه المناطق وعللت ذلك بانه ربما هذه المناطق ستستهدف من قبل رجال الامن في اطار ما يسمى بمحاربه هذه الظاهره. إذا كما قال الأستاذ هناك مناطق كثيرة في الأطلس المتوسط اللي مع الأسف المصدر الوحيد ديال العيش ديالهم بتواطؤ ديال العائلة. ربما أن الأب واقف حدا الباب ديال الدار وكيعرف بأن ذاك الرجل دخل أنه زبون وغيدخل تقضيه في يديه وغيدخل وغيدير علاقة جنسية وغادي يخرج والأب جالس أو الأم جالسة وكأنه طبيعي جدا وكأنه ويلي ناري ناري ويلي على شو الاب واقف ويشوف الزبون نعاودو نسمعوا. ربما هذه المناطق ستستهدف من قبل رجال الامن في اطار ما يسمى بمحاربه هذه الظاهره. إذا كما قال الأستاذ هناك مناطق كثيرة في الأطلس المتوسط اللي مع الأسف المصدر الوحيد ديال العيش ديالهم بتواطؤ ديال العائلة. ربما أن الأب واقف حدا الباب ديال الدار وكيعرف بأن ذاك الرجل دخل أنه زبون وغيدخل تقضيه في يديه وغيدخل وغيدير علاقة جنسية وغادي يخرج والأب جالس أو الأم جالسة وكأنه طبيعي جدا وكأنه أحد من العائلة دخل شرب أتاي وخرج. قمنا بتدخلات ميدانية كثيرا في هذه المناطق خصوصا في أزرول، الحاجب، تيغسالين، القباب، المناطق اللي كنعتبروها معروفة منذ القدم أن فيها هذا العمل الجنسي. فهن نساء كيعيشوا في واحد الظروف قاسية جدا. ظروف هنا يمكن الحديث عن الفقر بشكل كبير، بشكل حتى الهجين حق الصحه ما كاينش. كتشوف الفقر هو كينطق في هذوك النساء انه هناك صاحبات ولا المولات هذا الدور العمل الجنسي انهم كيسجنوا فتيات تماك
ما بين 14 سنه 18 سنه. فعندما نرى هذه زعما هاد البنات بهذا الشكل وفي دوك الظروف ديال القسوه وديال العنف انهم سجينات بهذا المفهوم، فما ذنبهن؟ طيب فقط يعني ما الذي جعلك تتحفظين على ذكر بعض الاماكن؟ ما جعلني لكي ننتقل الى نقطه اخرى اعلم. في هذه المناطق هما معروفين، الاحياء معروفين، فغالبا نتجنب ذكر المناطق، لان بعد ذلك ستكون حملات تمشيطيه مباشره بعد ذكر المناطق، سواء عبر الجرائد او عبر وما الضرر في ذلك؟ وما الضرر في ذلك؟ كانت هناك حملات. لا، لان هذا الملف لا يمكن ان يدبر فقط بمقاربه امنيه تتوزع فقط على حملات تمشيطيه، لان اليوم غتجي الناس وغتهزهم وغتغلق. وتوقعت في مجموعه من المناطق في المغرب، الناس كتبوا في الجرائد او خرجت مجموعه من الاخبار، صافي لا غد لا تيجي وتيحيدوا ذاك الحي ما تيبقاش. ولكن هذوك الناس تتفرض عليهم هجره قسريه، تمشيو لمناطق اخرى وتيديروا، لان هذيك هي المهنه التي تعلمتها منذ البدء وهي المورد الاساسي. اذا انا مع المقاربه الامنيه، ولكن ماذا عن المقاربات الاخرى؟ واش فقط الحملات التمشيطيه غتحل المشكل؟ هل هناك بديل؟ سنتكلم الان عن البديل. ما هو البديل حسب رايك استاذ محمد؟ طيب انا بالنسبه لي قبل ما نقول خص البديل، يعني شكون اللي غادي يبحث على البديل؟ اولا نحن نتحدث من موقع اننا نحن المجتمع، ومن هذا المنطلق المجتمع المغربي في علاقته بمواضيع شتى من قبل المواضيع اللي كتعتبر وتدخل في عدد الطابو. المجتمع المغربي لا زال يعيش نوع من الطفوله في العلاقه، يعني لا زال طفوليا في علاقته مع ظواهر من هذا النوع هذا. بمعنى وكما كان واحد الدردشه قبل قليل مع الاستاذ، ان المجتمع المغربي الان هو على حسب واحد المقوله ديال جاك لاكان، هو الان في سن المرآة، لاج دو ميغوار، ينظر الى نفسه في المرآة ثم يرفض نفسه. بمعنى في 2003 كانوا الارهاب وكانوا الانفجارات، وقلنا لا هذوك ماشي مغاربه، عاوتاني هذوك نقولوا لهم ماشي مغاربه الى اخره. بمعنى ننظر الى المرآة ثم نرفض ذواتنا. اول خطوه على درب يعني ايجاد حلول هو تقبل الواقع، أن نتقبل هذا الواقع، ماشي لكي يستمر، لا، لان ملي كنديروا يعني الاسبوع ديالنا نحطوا الاسبوع ديالنا على الداء كنبقاو البحث عن دواء. فوالا راه هذا الحل ولا الحل. انا بالنسبه لي وغادي نمشي في الاتجاه ديال الاستاذ، هو ان المقاربه الامنيه وحدها لوحدها ما عمرها غادي تحل المشكل. بالتالي من موقعي كحقوقي كنقول المقاربه الحقوقيه اساسيه. علاش؟ لانها مقاربه شموليه. كنبداو بلاناليز كوزال، يعني التحليل السببي، وكنبدا طالع حتى كنوصل لاعلى قمه في البلاد، وكنقول فوالا لي بوليتيك بوبليك في هذا المجال اشنو كدير، شنو كتقول، واش كاين استراتيجي في هذا المجال ولا ما كاين؟ الا ما كايناش ما كاينش تحرك شي بوليسي يمشي يدير الشهاده ديالو. اذا اعتبرنا ان هذه الظاهره هي في تطور وفي انتشار، ما هي العوامل التي شجعت على الانتشار وعلى تطور هذه الظاهره؟ لا، العوامل التي شجعت على التطور هو انه من الناحيه الزجريه كاين اشكال. من الناحيه الزجريه راه كاين اشكال الذي هو في هذا المجال راه يعني ديك المنظمه ديال هيومن رايت فريدم هاوس عفوا تكلمت على ان كاين قانون جنائي في المغرب اللي هو مهم جدا الى يطبق، ولكن تكلمت على انه ما كيطبقش، وكيفاش ما كيطبق كتشجع الظاهره هذه. واللي مهم جدا في هذا المجال هو ان القانون الجنائي في المغرب ما كيتكلمش بالدرجه الاولى على الممتهنه، كيتكلم على افساد شباب، بمعنى ان هناك يد خفيه تشجع بل وتعمل على الاغواء وعلى التضليل وعلى الاغراء وعلى التغرير. بمعنى القانون الجنائي هنايا يعني كان ذكي في لاكولمياسيون ديالو، كان نوع من الذكاء. فبالتالي كيحاول يتوجه لعند شكون هو المسبب رقم واحد في انتشار هذه الظاهره. لقيتها فاش هذاك اللي كيتسبب في انتشار الظاهره وكيامن الاستمراريه ديالها كيحس على انه مؤمن، وان ما كاينش شي واحد، يعني كاين سياسه ما يسمى بعدم الافلات من العقاب. طيب ما هي مسببات ذلك؟ نعم، مسببات ذلك يعني مسببات ذلك هو ان انا بالنسبه لي مسببات عدم وجود ردع قانوني وردع. لا، الردع القانوني كاين على المستوى القانوني. لا، تطبيقه ما كاينش لان للاسف الشديد حنا كنتكلموا على وجود الفساد، والشعب راه كيخرج 20 فبراير كيقولوا الشعب يريد اسقاط الفساد، وعلى كاين محميات كاين مشميين كاين ناس اللي كتماشى ومحميين من طرف جهات عليا. بالتالي هادشي هذا يعني كيصعب انك في برنامج ديالنا انك تصرح
لان خصك دليل مادي في الوقت اللي الدليل المادي ما كتقدرش تحقق عليه في الواقع كتوقف على ظواهر تفيد فعلا على ان كاين اشكالات حقيقيه، ولكن ما كتقدرش تصرح لها لان خص نوع من المسؤوليه في تحديد شكون المسؤول رقم على هذا. فبالتالي انا كنقول على ان كاين ناس اللي كتشتغل وفق شبكات ومعروفه، وما كاينش شي واحد اللي كيدخل من اجل انه يحمي بنات وفتيات المغرب في هذا المجال. نعم، انا غنمشي في واحد الطرح اخر. اغلب المواضيع التي ناقشت في هذا البرنامج دائما هناك مسؤول رسمي. اتساءل من هو المسؤول الرسمي عن تدبير ملف العمل الجنسي؟ الاستاذ طرح السياسات العموميه، شكون هي المؤسسه الحكوميه اللي نقدروا نقولوا انها مسؤوله على تدبير هذا الملف؟ واش هي المؤسسه الامنيه ولا وزاره الصحه ولا وزاره التنميه الاجتماعيه؟ شكون هو المسؤول؟ اعتقد انه الدوله المغربيه لحد الان ما عندهاش الجرأه باش تقول انا هو الذي ادبر هذا الملف. من غريب الصدف كما قالت لي الاستاذه قبلا هو انه وزاره الصحه تعتبر نفسها وصيا على هذا القطاع باشكال، باعتبار انه مشكل صحي في جانب من الجوانب، انه هم التعفنات الجنسيه وما الى ذلك، وتقدم دعما للجمعيات، ولكن وزاره الصحه راجعه اللور والجمعيات اللي في الواجهه، وتبقى الجمعيات متهمه بالتكفير احيانا، تولي الجمعيات متهمه بانهم راه تيشجعوا الفساد ومجموعه من الاشياء. اذا هنا اتساءل اليوم واش هذا الانسحاب التدريجي للدوله من الدخول في مجموعه من المواضيع الا يساهم كما قالت الاستاذه ليلى في اشاعه هذه الظاهره وتوسيع مداها؟ دائما في نفس الطرح، لان مثلا في الخطه الاستراتيجيه الوطنيه ديال وزاره الصحه في الصفحه 20 صفحه 30 صفحه 33 كتركز على انه يجب تعزيز وتقويه برامج الوقايه عن قرب لفائده عاملات الجنس، ويجب ان نمدهن بالخدمات الصحيه. مثلا وزاره الصحه هي اللي كتمد جمعيه محاربه السيده بالادويه الخاصه بالتعفنات المنقوله جنسيه، بالعازل الطبي الى اخره. فكما قال لكن من الناحيه الاقتصاديه استاذ محمد، من الناحيه واحد النقطة أساسية، لأن أنا لقيتها فاش قلت المقاربة الحقوقية فقط لأنها مقاربة شمولية، وما كتقولش بأن بالضبط راه فلان ولا السيكتور الفلاني هو اللي مسؤول. سنتكلم عن المقاربات، كل المقاربات الاجتماعية الحقوقية الأمنية، كل المقاربات. لكن من الناحية الاقتصادية إذا اعتبرنا أن يعني الدعارة تدر الآلاف من العائلات، وأنت قلت أنها تحت المرتبة الثالثة من حيث الأموال المدرة للربح غير مشروعة. طيب هل هناك يعني بديل اقتصادي إذا أزحنا هذه المهنة من الواجهة؟ ما هو البديل اقتصاديا؟ هل تملك الدولة يعني الوسائل المادية اللازمة ل يعني أنا دائما كنقول على أن المغرب عنده الإمكانيات الكافية باش يعالج هذه الظواهر. أنا ماشي من الناس اللي كيأمنوا على أن احنا ما عندناش الإمكانيات. غادي نعطيه هنا، وكنعطي ديما واحد المثل. أنا مؤخرا واحد 3 4 شهور شريت عدد ديال لافي ايكونوميك، لقيت فيه في الصفحة الأولى لافيت دي كابيتو من 1970 ل 2008 تم تهريب 41 مليار دولار من المغرب. الدوله ما كتباتش، ولافي ايكونوميك مازال كتشتغل، والدوله تعاطت بكم حاجه قضيناها بتركها. وبغيت نفهم يعني الا بصح عندنا 41 مليار، يعني اكثر من مليار دولار كيتهرب من المغرب في العام. ما تقولوش بان ما عندناش الامكانيات، عندنا الامكانيات. بالتالي اي حكومه تتحمل المسؤوليه، كتطلع تحمل المسؤوليه، خصها تجاوب على هذه المعضلات، لان خص تكون عندها برنامج، خص تكون عندها رؤيه، خص تكون عندها استراتيجيه. ما كنطلعوش نجلسوا فقط ونبداو نعطيو الاسئله الشفويه ومن بعد الوزير يجاوب ونمشيو في حالتنا. لا، راه مسؤوله، ماشي هذا اللي مسؤول. انا بالنسبه لي ممكن نقترح بعض المقترحات في العلاقه مع، ولكن الدوله ملي كنكون مسؤوله راه كل واحد، راه البرلمان خصو يشرع من جهته باش يجاوب الا كاين شي تغييرات تشريعيه. الحكومه في التنفيذ خصها تنزل الارض، ما تبقاش غير في المقرات ديالها، تنزل الارض تعرف بالضبط فين هذا المجتمع هذا فين كيعيش، وتعرف شنو هي البدائل اللي خصها. هذا هو الدور ديالها، وخصنا نتحاسبوا معاه في اخر المطاف. البدائل كذلك يجب بحث بدائل فيما يتعلق بما يتعلق بالسياحه اذا حاربنا هذه الظاهره. شوف، غير البارح 4000 واحد سلم 11 عطاوهم الناس الماستر، ما كان في الاول ما عندناش خدمه، دابا راه خدموه. لقيت الدوله فاش كتبغي تخدم راه كتخدم، ولقيتها راه ما كتبغيش تخدم، هذا راه اشكال. ما غنتسناوش حنا دائما حتى تخرج التظاهرات عاد نقولوا راه نخدموا هاد الناس اللي خرجوا في التظاهرات. الحكومه الدور ديالها هو هذا، هو انها تجاوب. واش ما كاينش الامكانيات ولا كاين الامكانيات؟ حنا بالنسبه لنا كنشوفوا الميزانيات، حتى موازين ما محتاجش في موازين. في الرباط ما محتاجش في موازين اللي كيدي واحد الميزانيه اللي هي قويه في الوقت اللي انا باقي عندي الدعاره في ديك المدينه وفي ديك المدينه وفي ديك، بمعنى ما كاينش اختيارات صائبه، ما كاينش اولويات في التعاطي مع الموضوع. دونك مهرجانات كبيره كتدي الملايير والملايير ديال السنتيمات في الوقت اللي ما كنعالجوش ظواهر وافات اجتماعيه التي ينبغي ان تنحو اتجاه ديال الزمن. استاذ نور، هي المقاربات حسب رايك وانطلاقا من مهمتكم كفاعلين جمعويين، حنا المقاربات اللي عندنا غالبا تتماشى مع الموضوع اللي تنشتغلوا عليه اللي هو السيده، هذا الانتشار ديال العمل الجنسي.
مباشره كنهضروا على انتشار وتفشي السيده اكثر من اللي هي كاينه. فالاف ديال التعفنات المنقوله جنسيه سنويا اللي كتسجل، وممكن ان كماذا تعفن جنسي اخر ممكن دوز مسبباتها في اكثر الاحيان هي 80% ديال الاصابات هو العلاقات الجنسيه والعلاقات الجنسيه بصفه عامه. ف 27% مثلا ديال النساء المصابات صابوا من خلال الازواج ديالهم، اذا حتى بيت الزوجيه ما بقاش ولا حتى هو مهدد. فاحنا عندنا غير على الشباب. باش انت تقولي انه احنا نتكلموا على هذه الامراض اللي جايه عن طريق العلاقات الجنسيه، لكن انا نسال فيك استاذه، يعني ما نصيب الدعاره من ذلك؟ بالنسبه للنسبه وطنيا هي ما بين 2 حتى 3%، ما بين 2 و 3% وطنيا هي نسبه الاصابه ديال عاملات الجنس. كيبان لنا بان هذه النسبه قليله، فهي ما قليلاش، لان هادو غير النساء عاملات الجنس اللي داروا التحليله ديال السيده وعرفناهم واش حامل الاصابه، فما بالك الاخرين اللي ما داروش التحليله. مثلا ناخذوا الجهه ديال سوسمه الصدرعه اللي هي كتمثل المنطقه الاولى في المغرب اللي فيها الاصابه ديال السيده، فيها التمركز ديال الاصابه هو سوس العطايا والقدام كيبان لنا 8% ولكن خطيره جدا في المنطقه. اكبر نسبه تاع السيده هي في سوس، وكما كانوا من الصباح هما يدوروا على الاطلس المتوسط، هذيك هي المنطقه دونك اللي هي جنوب المروك، هذه هي اكادير سواسه، يعني ابناء العاهرات. هاد العاملات الجنس قبل ما يديروا التحليله شحال من علاقه جنسيه اللي داروا مع الزبناء بدون عازل طبي؟ شحال ديال الناس هناك حاليا تقدير ديال اكثر من 25,000 حامل فيروس السيده في المغرب وما عرفش راسو لانه ما عمره ما دار التحليله. حاليا عندنا 3621 حاله، عدد متراكم من 1986 الى غايه نهايه شتنبر 2011. فهذه الارقام راه مهوله جدا. راه النسبه ديال الشباب اللي مصاب ما بين 25 سنه و 34 سنه هو 42%. الى هاد الشباب تصاب ومرض، شكون اللي غادي يهز لنا هاد الاقتصاد ديال البلاد؟ اين هي التنميه المستدامه؟ فالسيده تهدد من خلال العلاقات الجنسيه الغير محميه التي تتفشى يوميا، والشباب ديالنا هو الذي يؤدي ثمن. لان ما نساوش واحد النقطه مهمه اللي قبيله كنت بغيت نشير ليها، هي نسبه معدل الزواج في المغرب تتعدى 30 سنه. هاد الشباب غادي يجلسوا بدون علاقات جنسيه الى غايه 30 سنه؟ ما يمكنش. فهناك استثناءات طبعا، ولكن اغلب الشباب كيديروا علاقات جنسيه وكيمشيو يقلبوا على عاملات الجنس. فنحن غيرة على هذا الوطن وغيرة على هذا الشباب، لذلك حنا كنديروا مقاربه، عندنا المقاربه ديال الوقايه عن قرب. داكشي علاش كنمشيو عند هاد عاملات الجنس، ما كنتسناوهمش يجيو لعندنا حتى نقدروا اننا ننقصوا من انتشار. ما يمكنناش نحدوا، لان كما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش، وانما كنقصوا من انتشار السيده عبر العلاقات الجنسيه الغير محميه. نعم. رجاء، هو المجتمع المدني ما يمكنش غيدير كل شيء، ولهذا تلاحظوا في المقاربه ديالو انه ركز بالدرجه الاولى على التقليل من المخاطر، لان ما يمكنش غيحد من هذه الظاهره وتيقول لك وعلى الاقل بعد غير هذه الظاهره ما توليش منتجه لامراض جنسيه ولتعفنات وللسيده وما الى ذلك. انا بغيت نرجع الى واحد المساله مرتبطه بتدبيرنا لهذا الملف. كيف ندبر هذا الملف؟ ندبره بالصمت، وكم حاجه قضيناها بتركها. يعني اليوم ما كاينش عندنا الجرأه باش نقولوا راه عندنا برنامج وطني لاعاده تاهيل واعاده ادماج العاملات الجنسيات واخراجهن من هذا الوضع. ربما تنديروا برامج ديال الاطفال المتخلى عنهم، برامج ديال الاطفال التشغيل، ولكن ماش المغرب ما كاينش شي برنامج لهاد الناس. هاد الناس على الهامش، يعني لا حتى البرامج الاخرى اللي مديوره بورق الجمعيات. الجمعيه هي اللي تخرج للواجهه وهي اللي يعني تخرج للحرب مع المجتمع، والدوله مخبيه النور. اذا اليوم اذا كنا تنتكلموا على كما قالت الاستاذه ليلى على مقاربه بديله او بدائل جديده، يجب ان نتحدث عن المقاربه المواطناتيه، المقاربه الانسانيه. ربما اتجاوز انا فكره الحقوقيه الى مستوى الانسان الذي يجب ان نعترف بكامل انسانيته. لان هذه السيده العامله الجنسيه، ويمكن تحدث عن العامل الجنسي كما قالت الاستاذه ليلى قبل، راه كاين ناس يديروا العمل الجنسي من الذكور في اطار المثليه الجنسيه وفي اطار مجموعه من الاشياء. شوارع معينه في مدن معينه، تحولات الى اماكن استراتيجيه، شارع النصر مثلا في الرباط، شوارع اخرى في مناطق معينه. اذا راه كاين عمل جنسي ذكوري بهذا المعنى، مفهوم يعني التمييز الجنسي. اذا هاد الناس هم ضحايا مشروع مجتمعي. بما انهم ضحايا مشروع مجتمعي، خاصهم سياسه خاصه بهم. السياسه الخاصه بهم اساسا على الاعتراف بانسانيتهم، اخراجهم من هذا الوضع ليس فقط بمقاربه الامنيه صرفا. هناك امكانيات، يعني مش امكانيات ماديه، يعني الى اي مدى يمكن القضاء على هذه الظاهره او ربما التقليل منها؟ الى اي مدى في ظل كل هذا الانتشار؟ واحيانا اصبحت الثقافه يعني متجذره في بعض المناطق. احنا في اطار ملي كنكونوا متفائلين بزاف كنقولوا التقليص، ما نقولش القضاء.
سويون رياليست دوموندون لا لون، واقعيين، وكنقولوا نقول سنمحو هذه الصورة. اننا نكونوا غاديين ضد التاريخ. التاريخ من النهار اللي بدا كما قال الاستاذ، النهار اللي بدا التاريخ بدات معه الدهره. فبالتالي انا كنقول كاين جوج نقاط اساسيه اللي ممكن تسمح لنا على اننا نزيدوا لقدام. ملي تكلمت على المقاربه الحقوقيه كنوقف الدرجه الاولى على التحليل السببي، بمعنى خصنا نشوفوا المسببات هذا الشيء من جاي. علاش؟ لان الى حدود الساعه كيف ما كانت كتكلم الاخت مشكوره على المجهودات الجباره اللي كديرها الجمعيات ديالهم، المجتمع المدني ولا الدوله لقيتها فاش كيشتغل على هذا الموضوع كيشتغل في اطار الحمايه، لا بروتيكسيون. دونك هناك وضع قائم وحنا كنديروا الحمايه، والحال ان التحليل السببي يخلينا نرجعوا الفوق اونامون، ما نبقاوش اونامون اشنو كيفاش نعالجوا الظاهره في العاليه ديالها. بمعنى قبل ما يوقع المشكل خصنا نشوفوا في الاصل نشوفوا اشنو هي الحلول الناجعه اللي ما تخليش الفتيات المغربيات انهم يتوجهوا لهذا الاتجاه. وفي هذا الصدد ما كنجيبوش انا براسي نقول دائما المقاربه الحقوقيه. المجتمع الدولي راه من الثلاثينات تنبه لهذه الظاهره هذه، عصبه الامم المتحده دارت بزاف ديال المواثيق الدوليه في هذا المجال. الان حنا كنشتغلوا وفقا للمقتضيات ديال واحد الاتفاقيه اللي تكلمت عليها قبل قليل، اللي هي اتفاقيه حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال الاعراض الغير اللي اعتمدتها الجمعيه. بارطاجيو لنا خاوتي اللايف هذا باش بارطاجيو لنا الاخوه والاخوات من فضلكم باش يكون فيه تفاعل اكبر. يعني مبقاوش غير تفرجوا برك هكاك، باش على الاقل تصل المعلومه وتصل الرساله. وشكرا. مرحبا بالجميع. باش نواصلوا في نفس الموضوع، التقحم تاع المرأة المغربية. يعني أقحب مرأة على وجه الكرة الأرضية هي المرأة المغربية اللي تديه يعني من كل الثقوب، يعني من قدام اللورا في بارتو وين كاين ثقبات تديه يعني بكل فرح وسرور من أجل دراهم معدودة، ولأنها يعني من عائلة ديايثة. يعني تلقى خوها طحان رخيص ما يحوسش يفهم منين نجيب الدراهم، المهم تعطيه المصروف وفلا تدبر عليه وفلا هذه تبعث له اختو سبردينه من الامارات عادي جدا، ما على بالو بلي تهز رجليها بصح نورمال. نواصلوا مع بعض بعد قليل. جماعة التكبيس باش يطلع اللايف وتصل الرساله، ما يبقاوش غير يدخلوا للحماريك لنا ويسينياليو اللايف ويطيح. الاخوه الجزائريين ماذا بكم وانتم مشكورين. لازم تحافظوا على اللايف لما نقدم معلومات كيما هكا، ماهوش لايف تافه نقدموا ما يطلعوش معنا المراركه. نحن لا نناقش البخوش، لا نناقش العبيد، نتكلم فقط مع الجزائريين، ولكن ما نقدروش نمنعوهم كي يجيو يسينيالي، ويعني على الاقل التفاهم باش نقدروا نجاوبوا على ابناء العاهرات بوسبير. شكرا للاخوه على البارطاج والتكبيس باش نقدروا نجاوبوا على ابناء بوسبير والاكاذيب تاعهم. يعني هو يعتقد البوسبيري ابن العاهره يعتقد انه لما يكذب زعما راح يغير الحقيقه. هو فقط كما قلت انه الكذب بالمراضي في المروك
من اجل الترويج على النفس، يعني كما يقولوا بالدارجه يبرد على كرو، يعني يحشي روحه، يصبر روحه، يبرد على قلبه، يعني باش ينسى هروبا من هذاك الواقع المرير، اللي عايشه. لانه على بالو مروكي دايوت سنغولي مالك زام البلاد كي الزبي، ما لازم له مسكين يفوج بالاكاذيب باش يحس بنوع من الراحه، لانه دائما يعمل بمبدا اذا عمت خفت، ولهذا يحاولوا انهم يخلقوا الاكاذيب. حنا ماناش نكذبوا، حنا رانا نجيبوا معلومات قيلت في يعني عندكم يا بعد من لحيتو بخرلو، يعني معلومات موثقه من عند المراركه، يعني واللي كنت درتو الصباح روبورتاج تاع ميدي تاع المروك، يعني ماهيش قناه جزائريه، باللي تشهد ان المراه المغربيه اقحب مراه في الكره الارضيه، وبالك في المجره كامل، يعني في المجموعه الشمسيه، يعني ما كانش اقحب من المراه المروكيه واخنز. يعني بيان سير كي تكون اقحب تسمى تكون اخنز، الصفات هذه تنتقل مع بعضها، واوتوماتيكمون واش نستنتج كي تكون اقحب واخنز، يعني وراء كل قحبه دايوث، يعني اللي هو الذكر المروكي اللي هو اصلا يعطي، يعني تلقاه حتى الدعاره الذكوريه كاينه يعني. وحتى المراه لما يعني الدعاره المروكيه يعني بعلم من العائله تاعها، يعني ماشي خاوتي الجزائريين ما كان والو، ماني نشوف فيه والو، لا تكباس لا بارطاج لا والو، راني نشوف غير في المراركه داخلين يسينياليو ودوك يطيح اللايف ونبردوها كافرت. يعني تعرفوا غير تشاركوا وتفاعلوا في اللايفات تاع المراركه، ربي يهدي ما خلق. يعني ما فهمتش انا، نتوما يسبوا لكم في الشهداء، يسبوا لكم في كل المقومات والمقدسات تاع الجزائريين، وانتوما تروحوا تفاعلوا معاهم، وكي يجي يكون لايف تاع جزائري نحكيو في المفيد ما كان والو. يعني لا حياه لمن تنادي، هذه هي لا حياه لمن تنادي. على الاقل باش يكون اللايف محمي ما يطيحوش، هذا ما كان، لاننا نتكلموا في الحقيقه اللي توجع ابناء بوسبير، وقلنا انه وراء كل قحبه دايوث. مادام كاينه قحبه في الدار هذيك تسمى الاب، ولا كما يقول اذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم يرقصوا. يعني اذا كان الاب دايوث اوتوماتيكمون مرتو تكون قحبه. شوفوا يعني التكوين كما يقول لك البنيه التكوينيه تاع الاسره البوسبيريه، يعني الاب دايوث، وشفنا يعني المثال تاع هذاك الدايوث اللي ما نعرف وين راح لقى توريست اسبانيول قال له اشري لي باكي تاع دخان يعني سيجارات، وداه معاه للدار وبروبوزالو زوج بنات، كاينه بنت وحده دي مينور، باش تشوفوا يعني درجه الدياثه عند البوسبيري. وهذه ما نقدروش نحصلوها فقط في الفقر والله ما على باليش، ولكن هي يعني تفقير ممنهج من طرف العلويين ابناء العاهرات اللي يسرقوا في الغله، يسرقوا في الفتات، لانهم يعني الغله الصحيح يديو شواكرهم يعني اسيادهم، لان العلويين هم مجرد بيادق وكلاب فقط، يعني شغل خماس. العلويين هم خماسين عند سيادهم اللي هما باينين شكون الصهاينه وشويه فتات سيادهم الفرنسيين، باسم عقد الحمايه الذي يمتد الى 2056. قبيله غلط قلت 58 ولكن اذا 2056، وقلنا انه اشترط صادم بعد ان طلب المروك حمايه جديده اللي هي حمايه الصهيونيه. ولا نضرب كان فيه تضارب في المصالح، وفرنسا خافت على المصالح تاعها في المروك، ولكن من بعد في نهايه المطاف هو لوبي واحد اللي يحكم يعني كلتا البلدين. هذه هي. واش راكم نشوفوا طراكش ربي يهديك. علاه راني نحرك في المساجد اصطافر، راني نحرك في المساجد والله. واش راني ندير؟ انا نحكيو في الحقيقه. يعني اقحب مراه في الكره الارضيه والمجموعه الشمسيه هي المراه المروكيه، وهذه حقيقه مانيش انا اللي نقول. راني جبت لكم درت نص الصباح ونص دوكا نكملوه، الباقي نكملوه روبورتاج تاع ميدي تي في هذه تاع المروك، مانيش انا اللي نحكي. يعني واحد الممارسات. واش قاعد نعطيك مثال لما يكون باش ما نخرجش من الموضوع، يعني البنيه التكوينيه تاع الاسره البوسبيريه يكون الاب دايوث، يعني اوتوماتيكمون تكون الزوجه تاعو قحبه دير واش تحب داغلاتو بالسحور ومنه يعني. وفي غالب الاحيان تقحب على برا، يعني حتى الاطفال يعون فيهم شك. وهذاك الدايوث على باله باللي مرته قحبه، يعني الاب المغربي مادام هو دايوث والزوجه تاعو ام البيت قحبه،
على بالو بلي تهز رجليها في بلايص اخرين، دونك عنده هذاك الشك باللي الابناء تاعو ماهمش ابنائه. ولهذا مادام هو دايوث يقدر من بعد يعتدي، يعني ينكح بنته ولا ولده ينكحوا. يعني شفنا الكثير من الامثله تاع المراريك كيف يعني درجه الدياثه اللي فيهم. يعني وتكون هذه الاسره، اذا الاطفال يخرجوا يقدروا يخدموا بهم، يوجدوهم لي طوريست لي بيدوفيل، يوسعوا لهم المؤخره ويخدموا بهم. شفناهم يبيعوا اطفالهم. يعني هذه هي البنيه تاع الاسره زعما البوسبيريه، اذا كان ممكن اننا نسميوها اسره، لانه ما فيهاش مقومات الاسره. يعني هذاك الاطفال تلقاهم من علاقات الزنا تاع الام البوسبيريه. يعني الاغلبيه الساحقه هذه بوسبير، ممكن تكون فيها استثناءات، والاستثناء يؤكد القاعده اكيد، يعني اللي ما فيهمش الاخر. ولكن الاغلبيه الساحقه تاع بوسبير هكا، يعني يطيحوا الهضره بيناتهم اون فامي خلوطه. يعني هذه هي الاسره البوسبيريه. يعني عليها قلت انا وراء زعما يقول لك وراء كل رجل عظيم امراه، ووراء كل قحبه خانزه ديوث. هو اللي ما يقول والو يشجعها مرتو تقحب، هذا هو يعني الذكر المروكي والزوجه تاعو. هذه هي. نواصلوا الموسيقى في انتظار دخول الاخوه والاخوات. راني نشوف الدعوه ميته، ندخلوا المراريخ سينيالا وطيحوه وراحوا. واش ربحنا؟ ما ربحنا والو. يعني جزائري راك في قشو. خاصة بهم اساسا على اعتراف بانسانيتهم. اخراجهم من هذا الوضع ليس فقط بمقاربه الامنيه الصرفه. هناك امكانيات، يعني مش امكانيات ماديه. يعني الى اي مدى يمكن القضاء على هذه الظاهره، او ربما التقليل منها؟ الى اي مدى في ظل كل هذا الانتشار؟ واحيانا اصبحت ثقافه يعني متجذره في بعض المناطق. حنا في اطار ملي كنكونوا متفائلين بزاف كنقولوا التقليص، ما نقولش القضاء. كنا سويون رياليست دو موندو لا لون، واقعيين، وكنقولوا نقول سنمحو هذه السنه اننا نكونوا غاديين ضد التاريخ. التاريخ من نهار اللي بدا كما قال الاستاذ، نهار اللي بدا التاريخ بدات معه الدعاره. فبالتالي انا كنقول كاين جوج نقاط اساسيه اللي ممكن تسمح لنا على اننا نزيدوا لقدام. ملي تكلمت على المقاربه الحقوقيه كنوقف الدرجه الاولى على التحليل السببي، بمعنى خصنا نشوفوا المسببات هذا الشيء من جاي. علاش؟ لان الى حدود الساعه كيف ما كانت كتكلم الاخت مشكوره على المجهودات الجباره اللي كديرها الجمعيات ديالهم، المجتمع المدني ولا الدوله لقيتها فاش كيشتغل على هذا الموضوع كيشتغل في اطار الحمايه، لا بروتيكسيون. دونك هناك وضع قائم وحنا كنديروا الحمايه، والحال ان التحليل السببي يخلينا نرجعوا الفوق اون امون، باش اون امون اشنو كيفاش نعالجوا الظاهره
في العاليه ديالها، بمعنى قبل ما يوقع المشكل خصنا نشوفوا يعني في الاصل نشوفوا اشنو هي الحلول الناجعه اللي ما تخليش الفتيات المغربيات انهم يتوجهوا لهذا الاتجاه. وفي هذا الصدد ما كنجيبوش انا مراسلين نقول دائما المقاربه الحقوقيه. المجتمع الدولي راه من الثلاثينات تنبه لهذه الظاهره هذه. عصبه الامم المتحده دارت بزاف ديال المواثيق الدوليه في هذا المجال. الان حنا كنشتغلوا وفقا للمقتضيات ديال واحد الاتفاقيه اللي تكلمت عليها قبل قليل، اللي هي اتفاقيه حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال اعراض الغير اللي اعتمدتها الجمعيه العامه للامم المتحده في 49، وكما قلت راه صدق عليها المغرب في 73. الماده الاولى والثانيه ديالها كتقول خص انزال العقاب بالناس اللي كيستغلوا هاد الفتيات هادو. الماده 14 هاد دونك لا بروتيكسيون كتقول انزال العقاب، كاينه الدعاره خصنا نعاقبوا شكون. الماده 14 كتقول حاجه اخرى، كتقول خصنا نوقفوا فوق ونقولوا فوالا خصنا نحدوا الظاهره قبل ما تبان. دونك الاسباب او المسببات ديال الظاهره خصنا نوقفوا عندها اونامون. كنعتقد الى مشينا في هذا الاتجاه ربما نستطيعوا على اننا نبقاو نفريناو شي شويه هذه الافه، ولكن راه الافه كنديروا لها واحد الفريناج باش كيكون عندنا دياغنوستيك باش كنعرفوا فوالا راه عندنا قدا وقدا. ومن من اجل ذلك استاذ محمد هناك من يتكلم عن تقنين هذه المهنه، ما رايك في هذه النقطه؟ من اجل مراقبه وحصر هذه الظاهره. تقنين يعني يصبح الامر منظم ومقنن. انا شخصيا قد انحو هذا النحو، ولكن فقط مرحليا. علاش؟ لان الان هي ظاهره متفشيه ونو ميتريزابل، يعني احنا ما قادرينش نميتريزيوها. فبالتالي هذه الجمعيه اللي حاضره معنا اليوم راها كتقوم بواحد الدور مهم، وكتنبهنا على ان كاين السيده، كاين فيروس، كاين تعفنات جنسيه، كاين امراض منقوله جنسيه الى اخره. فبالتالي في غياب تقنين راه دائما غنبقاو غاديين في الخطر ديال ان العدد ديال الحاملين الفيروس غادي يضاعف، غادي يطلع. ولكن في نفس الوقت هذا التقنين استاذ محمد، التقنين انا كنقول مرحليا. علاش؟ لانني اصلا انا ضد انها تصبح مهنه بشكل رسمي، لاننا بالنسبه لي كحقوقي هي افه تمس بكرامه الانسان. كل ما يمس بكرامه الانسان انا كحقوقي كنرفضه. حتى يعني حتى المقاربه الدينيه. ونعم يعني التقنين استاذ ليلى راه كان في الاستعمار. حي بوسبير القديم في الدار البيضاء راه كان مقنن، كانت كل عامله جنسيه عندها كارطه ديالها، عندها البطاقه ديالها، عندها. هذا يعني يشجع اكثر الظاهره. يعني انا شخصيا ارفضه بالمره لانه يجب ان نحل المشكل من اصله. التقنين سوف يكون مجرد تدبير لازمه، التقنين سوف يكون مجرد ربما تمطيط لهذه الازمه وعدم حلها من الجذر. انا اقول بانه البطاله مثلا راه سبب من اسباب انتشار هذه الافه. كيف ذلك؟ هذا الشاب اللي تيقرا وتيتخرج وخصو مثلا يدوز 10 سنين هو بطالي وما غيتزوج ما والو، لان البطال حنا العمل في المجتمع المغربي هو مرتبط بالزواج. ما يمكنش انك تتزوج الا ما كنتيش خدام. الزواج هو مؤسسه اجتماعيه، بما ان الشباب الزواج هو المؤسسه الاجتماعيه اللي تضمن لك الممارسات الجنسيه بطريقه شرعيه. خارج هذا الشيء راك دخلتي في نسق اخر وسجل اخر غير شرعي. اذا هذا الشاب اللي انت ما خليتيش يخدم لمده 20 سنه، هل سوف تقول له بانه لن يمارس علاقات جنسيه خارج الزواج؟ اذا نحن بطريقه اهدارنا لطاقاتنا الشابه، بطريقتنا اقصائنا للشباب، نساهم في تدعيم هذا الوضع. اذا الحل في اعتقادي هو حل للادماج الاجتماعي. اذا دمجتي هذه السيده في نسق اقتصادي مهيكل ايجابي بطبيعه الحال، الى عطيتيها الحق في المواطنه والحق في الحياه الكريمه، اكيد انه ما غيكونش مشكل. اما التقنين ببطائق بالشكل اللي كان في حي بوسبير القديم، وهذا ربما اعتقد انه سيسهم ربما في وضعنا في وضع الالتباس وفي اعاده انتاج الدائره بشكل اخر. الحل هو حل جذري مرتبط بالكهرباء الاجتماعيه. عندما تفشل الحلول الاجتماعيه بالنسبه لبعض ممن يمتهن هذه الحرفه هنا، الا تصبح المقاربه الامنيه ضروريه؟ عمر المقاربه الامنيه ما عطات نتيجه. حيت دابا حنا الداخليه بوحدها خدامه، هي راه خدامه وخدامه بهذا يعني تحمل المسؤوليه لشي واحد وتدير تعتقلوا وتدير تقدم المحكمه، وكنبقاو دائما. بالنسبه للشبكات المتخصصه الا تنفع معها المقاربه الامنيه؟ يا ودي غادي نشدوا هذه، ولكن الاسباب راه مازال كاين. لا يعني نتكلم على الرؤوس الكبيره يعني. لا انا ما كنقولوش المقاربه الامنيه ما تكونش، كما قال الاستاذ قبل قليل المقاربه الامنيه خصها تكون حاضره، ولكن بالموازاه مع المقاربه خص مقاربات اخرى اللي كتشتغل في الاتجاه ديال انها تعمل على الحد من هذه الظاهره، ولكن في العاليه اونامون ماشي هنا. الظاهره الامنيه او المقاربه الامنيه كنشتغلوا بها وكيتم باش كنخرجوا نعتقلوا ونشدوا هذاك ونشدوا الاخر. دونك هذه هي المقاربه الامنيه. حنا المقاربه الامنيه حتى الان يعني كاين شي حاجه كتسمى المقاربه الامنيه في هذا الموضوع، ولكن مع من؟ مع الناس اللي يعني كما قلنا قبل قليل وحده دايزه بون شدوها خرجت من الدار اعتقلوها الى اخره. ولكن ما رايك؟ انا نطرح سؤال،
الان. انا لا اتكلم على بعض الممتهنات، اتكلم عن الشبكات المتخصصه، شبكات الدعاره المتخصصه. شوف الفرنسي هيرفي ديال مراكش اعتقل في هذا المجال في دعاره الاطفال، والبورتابل ديالو فيه 170 ألف صوره بورنوغرافيه و140 ألف فيديو ديال الخلاعه. ماشي جابهم من برا، صورهم من الداخل باش تصور 140 ألف فيديو، باش تصور 170 ألف صوره. شحال هذا السيد هو خدام في مراكش؟ فين كان هذا الامن؟ معنى يعني كتطرح سؤال جوهري ما كنبغيوش نطرحوا هذه الاسئله على دواتنا. حتى الامن ما يعجبوش بحال نطرحوا عليه هذه الاسئله، لانه بحال كنتهموه انه ما كيشتغلش. يا ودي اشتغل وحنا غنقولوا برافو، ما عندناش هذا الاشكال مطروح. راه حنا كحقوقيين الوقيته فاش كيكون الامن كيخدم كنقولوا راه خدام. في الوقيته فاش كنشوفوه كيقوم باشغال اخرى لا تفيد حقيقه الامن ديال المغرب ما كنحسوش بالطمانينه، وكنتقدوا كنقولوا راه هذه ماشي خدمه. تفضلي استاذه. افتراضا هاد الرؤساء ديال هاد الشبكات احنا لقينا القبض عليهم، هناك ابناء رؤساء هاد الشبكات اللي غادي يجوا من بعد. ماشي هذا هو الحل. الحل هو خص يكون بدائل لهاد عاملات الجنس ولا لهاد الفتيات اللي غادي يديروا هذا العمل الجنسي، باش ما تكونش استجابه لهاد الشبكات. لان لو عندها مورد ديال القوت، مورد اقتصادي، استقلال مادي، واخا تستغري هذه الشبكه باش ما كان، لا غادي تقول بان عندي مورد اقتصادي ديالي، اصلا ما غتفكرش انها غادي دير العمل الجنسي او لا غتكمل في هذاك العمل الجنسي. كنظن انه هذا ماشي حل. هناك خص يكونوا مجموعه ديال المتدخلين بما فيهم كما قلنا وزاره الداخليه، وزاره التنميه الاجتماعيه، وزاره الصحه، جميع الوزارات اللي ممكن انها تدخل وتعطي كل واحد فيهم كيعطي حل باش يمكن لنا اننا هاد النساء اللي حاليا كيمتهنوا الجنس نعطيهم بديل. هذه كتعرف تصاوب الحلوى، هذه كتعرف تخيط، هذه كتعرف دير الحلاقه، كل وحده ولا يدير لهم شي تكوين لاعاده الادماج. وهاد الفتيات اللي ممكن يكونوا ضحايا من بعد ديال العمل الجنسي، ان نوفروا لهم شي حوايج اللي ما يخليوهمش يمشيو يمتهنوا الجنس. طيب هو في نفس الاطار اود ان اتحدث بان نحن في المغرب في حاجه الى الامن الاجتماعي. اكيد ان المقاربه الامنيه راه خدامه بشكل من الاشكال. من حين لاخر نسمع راه تم اغلاق واحد الدور ديال العمل الجنسي، راه تم تفكيك شبكه معينه تشتغل فيه هذا ما يسمى بالعمل الجنسي الراقي. ولكن كل هذه الحملات التنشيطيه لم تلغي الظاهره، بل على العكس من ذلك ساهمت في تجديرها وفي تطويرها. اصبحت هذه الظاهره تشتغل باليات متقدمه ولات يعني واحد الطريقه خاصه جدا. قبل كنا نتحدث عن تفكيك شبكات مرتبطه بالدعاره الخليجيه، اليوم اصبح عصيا اقتحام هذه المسائل. علاش؟ لانه ولاو تيشتغلوا بواحد الطرق خياليه وواحد الطرق اللي ربما تجاوزت حتى العقليه الامنيه. لهذا في مقابل هذا التدبير الامني اتحدث عن الامن الاجتماعي. ماذا اقصد بالامن الاجتماعي؟ المغاربه اليوم راه مهددون في امنهم الاجتماعي. الامن الاجتماعي هو الحق في الكرامه، هو الحق انك توصل للخبزه ديالك، هو الحق في انك توصل للعمل ديالك، هو الحق في انك تعيش في سكن غير حاط بالكرامه. اذا كانت هذه المراه العامله، هذه العامله الجنسيه يعني تتوفر لها كل مظاهر الامن الاجتماعي، اكيد انها لن تذهب الى ذلك. استاذ، ولكن ليس كل من يعاني مشكل اجتماعي ما يعني يذهب للدعاره. نحن لا نقدم تبريرات، ولا يمكن تامين لكل فرد من افراد المجتمع كل هذا البرستيج، البيت والشغل. لا يعني ليس لم يتحدث عن البرستيج، عن الحقوق التي يجب ان يستفيد منها. هل يمكن يعني توفير لكل فرد من افراد المجتمع؟ يعني الفقر موجود في كل مكان. لا اكيد استاذه ليلى، نحن لا نقدم يعني حتى في الدول المتقدمه والمتطوره يوجد فقر، يوجد فقراء، يوجد جياع، يوجد، لكن ليس هذا مبرر انه نحن لا نقدم تبريرات، لا نبرر العمل الجنسي ونقول بان العمل الجنسي هو نتيجه موضوعيه لعامل الفقر. اكيد والا لقلنا المراه المغربيه قحبه بطبعها، ما فيها لا فقر لا والو، ما تكون لاباس بها تروح تقحب دير الدعاره. هذه المراه اقحب مراه في الكره الارضيه والمجموعه الشمسيه هي المراه المروكيه من الاخر. علاه؟ لانه وراءها دايوث ما لقاتش راجل. ولهذا قلت انا البارح وراء كل قحبة دايوث، هذه وراء كل قحبة مروكية دايوث صنعوري. هذه هي من الآخر العمل الجنسي، لأن كنا فقراء. ولكن نقول بأن السبب الرئيس والمركزي في تفسير هذه الظاهرة مرتبط بالفقر. لأن هذه الحالات هم ضحايا مشروع مجتمعي. هذه الحالات هما ناس اللي عندهم واحد ربما ديك شعرة معاوية ديال بين الخلل والسواء قليلة، ولهذا كانوا ضعاف امام الوضع ولقوا بانه العمل الجنسي هو اقصر طرق للحصول. لان كاين ناس ربما تيعيشوا ظروف فقريه كارثيه، ولكن رغم ذلك ما قدروش انه يبيعوا اللحم ديالهم. اذا هاد الناس في حاجه الى تاهيل سيكولوجي. داكشي علاش قلت انا راه المشكل اجتماعي، مشكل سيكولوجي، ومشكل ثقافي مرتبط
بتصور النجاح الاجتماعي اللي تنسوقوه الان. راه الان تنسوقوا واحد الصوره جديده للنجاح الاجتماعي هو مرتبط بالماده، التنقيد والمال هو ولا النجاح الاجتماعي. لهذا هذه السيده حتى هي راه بغات دير حراك اجتماعي، بغات تطور، بغات مجموعه الاشياء. اذا في التدبير ديال هذا الملف خاص يكون حاضر البعد الاجتماعي بدرجه كبرى، ثم العوامل الاخرى المفتوحه للتاهيل السيكولوجي، المفتوحه للتاهيل الثقافي، ثم الاعتراف بالامن الاجتماعي. الاخت ليلى، انا بالنسبه لي الفقر، انا لا اتعاطى مع الفقر كقدر مسلط على مجتمع. الفقر هو نتيجه يعني طبيعيه لسياسات عموميه غير طبيعيه. القضيه ديال الامكانيات كما تكلمنا قبل قليل، واش الامكانيات كتسمح لنا ولا ما كتسمحلناش؟ الى الان الى شفنا خير يعني في الصحافه وفي التلفزيون الى اخره، شافوا يوميا بشكل يومي الان كاين القاء القبض على مسؤول هنا، مسؤول لهيه، الجامعات كذا، مجلس مدينه هنا، فساد مالي، سفاره الى اخره. هادشي دابا كاين في ماشي كنقولوا كنفضحوا شي حاجه، لا، هادشي الان بدا كيبان. هاد الفلوس هذه كامله اللي كانت كتمشي لجيوب خاصه، اشنو قبل منها كانوا كيقولوا كيمشي المعطل اللي عندهم يقولوا له راه الغرب راه ما كاين والو، ولكن الفلوس كاين وشوف فين كانت كتمشي. معنى لقيتها فاش كتفضح الامور كيبقى يبان على ان بصح كانت عندنا امكانيات وكانت عندنا فرص اننا نزيدوا لقدام، ولكن للاسف الشديد دائما ما كناش في الموعد مع الفرص. فبالتالي لا ينبغي التعاطي مع الفقر بحال اللي قال عمر بن الخطاب لو كان الفقر رجلا لقتلته. هو راه ماشي رجل، هو ماشي رجل. الفقر ماشي حيت الشتا ما طاحتش، هذا الهضره هذه كامله ما بقاش المجتمع المغربي كيتصنت لها، لان المجتمع المغربي زاد قدام ووعى وكلشي عنده شهادات وكلشي عنده الدكتوراه ديالو الى اخره، ما طاحش الشتا ولا الزلزال ولا لا. الفقر عنده علاقه باستراتيجيه عمل، عنده علاقه باللي كومبيتونس ديال واحد الحكومه تدبر الشان العام. انا ما كنرحمش واحد الحكومه طلعت خصها تحمل المسؤوليه ديالها، لان جيتي وتقدمتي الانتخابات وقلتي للناس انا غادي ندير وغادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، طلعتي صوتوا عليك الناس، طلعتي للبرلمان، شكلتي الحكومه، خصك تجاوب. الا ما غتجاوبش قلنا الله يعاون، راه ما بقيتش قادره نجاوب انا. معنى داك الشعار هذيك كانت كامله شعارات من اجل فقط شعارات انتخابيه. فبالتالي خص محاسبه في هذا. استاذ محمد، من خلال تجربتك الطويله في هذا المجال، الى اين تتجه الامور فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ فيما يتعلق بالدعاره بالطبع. الى اين تتجه؟ هي تتجه الى حيث اريد لها ان تتجه. لقيتها فاش ما كنشوفش كاين استراتيجي واضحه، ما كنشوفش كاين سياسه عموميه واضحه في هذا المجال، فراه احنا غاديين في الاتجاه ديال التفشي وغاديين في الاتجاه ديال تحدي قيم مجتمعيه اللي قلت منذ البدايه على ان في غياب يعني تربه ومناخ لاحترام هذه القيم سنتحدى هذه القيم. هكاك. طيب من هي الاطراف المسؤوله على وضع هذه الاستراتيجيه؟ استاذه نوره. كما قلت قبيله انه خص يجب اشراك جميع المسؤولين اللي ممكن انهم يعطوا بديل لهذه المساله هذه. شخصيا كان الوزاره ديال التنميه الاجتماعيه والاسره كنظن انها هي اول وزاره اللي ممكن انها تجلس الاطابل وتعطينا حلول. وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره التشغيل والتكوين المهني، لان الا ما كانوش هادو كاملين يديروا خطه مجموعي ما يمكن ليهمش انهم يقننوا او لا يحدوا ولا يقننوا على هذه الافات. انا اود ان اضيف سؤال يعني ذكي استاذه طقتي، هو انه الى اين تتجه هذه الدائره؟ واحد المتغير اللي طرا في الخريطه الاجتماعيه بهذا المعنى، الناس اللي تيديروا هذا العمل الجنسي قبل ان الى رجعنا ربما عيد سنوات السبعينيات او حتى الثمانينيات، الطالبه الجامعيه ما كانتش داخله في هذه الخريطه الاجتماعيه. اليوم نقدروا نقولوا بانه الطالبه الجامعيه ايضا اصبحت تمارس العمل الجنسي، والدليل على ذلك نقوموا واحد السوسيولوجيا عفويه ونمشيو امام مجموعه من الكليات، امام مجموعه من الاحياء الجامعيه، بل اضافه الى ذلك غلقوا بانه سيارات فاخره تنتظرهم، يعني هواتف محموله، ربما طالبه تلقى عندها هاتف محمول اللي ما كاينش عند الاستاذ الجامعي. طيب هذا التغير في الوضع استاذ عبد الرحيم اليس يعني المرد ديالو هو التغير في القيم؟ فعلا هو دائما نقول بان المساله بغض النظر عن الفقر، بغض النظر عن الظروف الاجتماعيه القاهره، هناك تغير في القيم. فعلا استاذه ليلى هو مرتبط بتحولات قيميه بالدرجه الاولى. قبلا ربما كان ذاك المفهوم ديال البركه، كان مفهوم الصلاح، كان مفهوم ان الانسان في حراكه الاجتماعي ما تيقلبش على شي حاجه كبيره، تيقول لك انا عايز الصحه والسلامه. اليوم التعبير ديال الصحه والسلامه ما بقاش. اللي هضرتي معها الطالبه الجامعيه مثلا ولا حتى الفتاه الصغيره، لان العمل الجنسي راه انتقل ايضا الى الفتاه المتمدرسه، حتى الفتاه امام الاعداديات، امام الثانويات هناك اقتصاد غير مهيكل، وهناك شبكات تشتغل في هذا الموضوع. اذا كاين قيم معينه استقلت المؤسسه الاسريه، استقلت المؤسسه المدرسيه، استقلت المؤسسات السياسيه، واصبح المجتمع في العراء.
هذه الشابة لا نقدم لها أي قيم إيجابية، لا نقدم لها أي مناعة أخلاقية. لهذا فبطبيعة الحال تريد أيضا أن تركب سيارة فاخرة، تريد أيضا أن تحصل على حافظة نقدية. الوازع الديني الوازع الديني فعلا، أنا ربما دائما أقول بأنه الحاجة إلى الدين هي حاجة منطقية، لأن هناك حاجة مجتمعية للدين من أجل بناء الإنسان الأكثر حضارية، من أجل تمنيع الإنسان وتحصينه ضد الوقوع في كثير من المنزلقات. ولكن في كثير من الأحيان تبدو المقاربة الدينية غائبة أو مغيبة من تدبير هذه المسألة. تستمع لمجموعة من القنوات المرتبطة بالجانب الديني، ما عمرش مرة يهضروا لك على العاملة الجنسية، رغم أن الموضوع كاين. إذا هاد الناس ديال العاملات الجنسيات واش ما يمكنش يمشي عندهم الواعظ؟ هاد الناس العاملات الجنسيات ما يمكنش تستهدفهم حملات للتوعية الدينية والتحسيس الديني؟ لهذا أقول بأن محتاج لمقاربة إنسانية يشترك فيها الجميع، الاقتصادي والسياسي والثقافي والديني والحقوقي. كل هذه العناصر يمكن أن تخرجنا من هذا الوضع، وليس فقط بمقاربة أمنية. نعم. أستاذة نورة، كلمة أخيرة يعني في نهاية البرنامج في هذا الموضوع، يعني واش تحبي تقولي في النهاية؟ نقدر نقول هو انه عاملات الجنس كيعيشوا واحد الازمه نفسيه ديال كره الذات وديال التهميش وديال الوصم وديال التمييز، فكفى اننا نزيدوا نعنفوهم ونزيدوا نهمشوهم. وايضا كنتمنى انه الجهات المسؤوله في الدوله ديالنا انها تجلس وتعطي اهتمام لهذا الموضوع وتشوف واش كاين بدائل، وتخلق واحد الخدمات لهاد النساء باش انهم يقدروا يثبتوا ذاتهم، وباش ان تكون عندهم كرامه انسانيه، وانهم يقدروا يكونوا نساء منتجات ذات كرامه بحالهم بحال جميع المواطنين. نعم. استاذ محمد، كلمه اخيره في نهايه البرنامج. انا كلمتي الاخيره اقول على انني مع الكرامه الانسانيه. أنا ضد امتهان الجنس كمهنة، يعني امتهان الجنس، ولكن في نفس الآن في ظل سياسة الإقصاء والتهميش لشرائح اجتماعية عريضة لا يحق لأي كان أن يتجه بأصبع الاتهام لهذه الممتهنات إلا بعد تقديم حلول ناجعة وكافية باش أننا نخلصوا بشكل كبير من هذه الظاهرة. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لضيوف الكرام، شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. تحياتي وتحيات رئيس التحرير سعيد العربي وكل الطاقم الصحفي والتقني الذي رافقني في هذا البرنامج. ألتقي بكم الثلاثاء المقبل وموضوع جديد من برنامجكم بدون حرج. إلى اللقاء. إذا هذه هي يعني بقية البرنامج اللي كنا سمعناه حول يعني الدعارة في المروك. عفوا، ليس لأنه الظاهرة هي ليست ظاهرة دعارة فقط، بل تخطط إلى يعني سياحة جنسية. ما دام أنه يعني السواح اللي يجيو للمروك الأغلبية الساحقة تاعهم يجيو باش يفرغوا قلاويهم، سواء في النساء ولا في الأطفال ولا حتى الذكور، شفنا الدعارة الذكورية، ولهذا يعني فيها الربح وتسيل اللعاب. المشكل أنا نظن أنه ليس فقط الفقر والله ما على باليش واش، ولكن القحبي يعني فيهم العرق. هذه هي المرأة المروكية فيها العرق تاع فيها الصنعة، يعني سلالة وسلالة تاع قحبي. هذه هي يعني منذ ما قبل الميلاد، وما يعني المهنة يمتهنونها لأنها سهلة. هز رجليك. وقلنا أنه يعني بشعار وراء كل قحبة مروكية دايوث سنغولي. هذه هي باش نحطوا الجميع في الصورة. والمروكي كي تقولوا بلي بلاد القحبي كيشغل لي غير الحال والدين نفس فقط مع الجزائري برك، اما كيقولوا له الاخرين الاسبانيولي والهولندي والبلجيكي والفرنسي ما لا حياة لمن تنادي غير راسو في التراب كي النعامه. اذا ما نطولوش. السلام عليكم والى اللقاء.